السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير وفي اسعد الاحوال يا رب، اللهم امين. ايه اللي احنا شايفينه ده؟ هقول لكم دلوقتي كل حاجة، بالراحة عليا، استمروا كده واحكي لكم كل حاجة. اول حاجة كده هعمل ايه؟ هشيل الستارة دي، هي تقيلة بس مش واصلة لتحت الشباك، فتحسوا ان هي مش شايلة الهوا عني قوي، فانا هشيلها واحط ستارة غيرها يعني. هي هتبقى خفيفة بس طويلة، فهتبقى افضل يعني، وهتبقى يعني هنسق الالوان يعني كمان بتاع الغرفة وكده. وهفتح الشباك خالص كده. طبعا الأوضة دي بحري، والمسقط ده ما شاء الله بيجيب هوا حلو، فكده كده الأوضة يعني ريحتها حلوة وكل حاجة، بس دايما انا بفتح الشباك كل يوم يهوي الأوضة كده. وبما ان احنا هنعمل تنظيف عميق للأوضة، فهنفتحه مع بعض الأول ونشيل الستارة دي، وطبعا حاجات اللي احنا فاطرين بيها من شوية، وكوباية القهوة اللي انا شارباها عشان اقدر اقوم من على السرير. هنا واحدة واحدة ابتدينا نعرف ليه الأوضة وصلت لكده. الولاد جابولي افطر على السرير، وقلت لهم مش قادرة اقوم، هاتولي كوباية قهوة عشان اقوم. طبعا انا مش بشرب قهوة خالص نهائي، نادرا فين وفين لما بشرب كوباية، وكمان بكون شرباها علشان عايزة اقوم من مكاني، اللي هو مش قادرة اقوم، سواء اي دور بقى تعب ايا كان هو ايه. فالمهم، هنعمل ايه مع بعض النهاردة يا ام محمد؟ هنشيل بقى البطانية بتاعتنا، الجو دافي وجميل ما شاء الله تبارك الرحمن ومشمس، فهنطلع البطانية بتاعتنا في الشمس. ايوه انا كده كده الأوضة بتاعتي بحري، وكده كده فيها مسقط وبيدخل لها هوا حلو جدا وتتهوى حلو جدا، بس برضو لازم من فترة للتانية اطلع حاجتي في الشمس، علشان يعني الله اعلى واعلم فيها ايه، فاهمين قصدي؟ ممكن يبقى فيها حاجات احنا مش شايفينها رغم ان الاوضه جيده التهويه يعني، فنحطها في الشمس كده برضو زياده نظافه يعني. ونروح نشيل الدفايه، والله الدفايه دي والله نظيفه بس هشيلها برضو. اللي هو المفروض ان انا كنت اعمل ايه؟ اشيل بس الهدوم اللي محطوطه على الارض واظبط التسريحه من فوق لتحت وخلاص، بس انا قلت اقلب الاوضه كلها مره واحده. هحط المخدتين برضو في الشمس يغيروا هوا كده. والمخدة التانية فين؟ احنا مش بنستخدم الا واحدة بس، فعينين التانية بحالها يعني جديدة، شو بالشوكة كده. وهنا كمان العباية دي كنت عاملة معاكم لايف فيها، ف اطبقها بقى هي والطرحة وعينها في الدولاب. طيب، انا كنت في مشوار في المنصورة من يومين، وكنت قايله لكم يوم الجمعة ان الشقة تمام ومتنضفة ما شاء الله، وكنت رايقة ومزاجي حلو، وكنت عاملة معاكم روتين كده ايه روقان كده وبمزاج كده. وكان احلى روتين بصراحة يعني، انا بحب يوم الجمعة جدا. فطبعا انا سافرت تقريبا السبت، السبت انا بسجلكم دلوقتي الاتنين بالليل، فسافرت السبت وجيت بالليل تعبانة جدا الحمد لله. معرفش ايه اللي حصل لي يعني، بس يلا الحمد لله على اللي يجيبه ربنا. وقعدت لتاني يوم بقى، نضفت ايه، صحيت اخدت شوية علاج كده وبتاع ونضفت. هنا الدفاية كنا مشغلينها بالليل، الجو كان ساقع بالليل. اولا اللي كنت سقعانة مش عارفة ايه اللي كان فيها يعني. السجادة انا شايلاه هو مفيش فيه اي حاجة، بس هشيله وهحطه في الشمس، ولا عليه تراب ولا عليه اي حاجة. وقع عليه ورقتين كده من على التسريحة، هشيلهم. وهنعمل تنظيف عميق جدا للغرفة النهاردة، وعايزة اقول لكم هتتفاجئوا بشكل الأوضة. يعني اللي هو عارفين الفيديوهات اللي بتبقى بتجيب لكم زي مقلب زبالة كده ويقولك قبل وبعد، انا نفسي اعمل كده يعني، نفسي اعمل كده من غير ما اتعب ولا اشتغل يعني. بضحك معاكم طبعا، ربنا يديني الصحة واعمل، انا لو مشتغلتش وعملت بتعب، ولو قعدت كده بتعب جدا على فكرة، حتى لو مش تعبانة بتعب. فتنشطي كده انت وهي وقوموا، حتى لو الأوضة نظيفة بشيلوا الفرش طلعوا الشمس، وكنسوها وامسحوها بشوية معطر كده وشوية كلور، شوية ملح،
وخلوها ريحتها فله كده، وفرشي سجادك تاني وفرشي حاجتك تاني، زيادة نظافة يعني. هتحس بإحساس رائع وإحساس جميل. يا معين يا رب، يا معين. انا لو كنت بصوت من دماغي امبارح بالليل، وبصوت من دماغي الصبح من شوية بس. يلا ربنا يعين كل واحد على حالها يا رب، وما يحوجش اي واحدة لاي حد ايا كان مين، حتى لو عيالها يا رب. يدينا الصحة كده كلنا، ويعيننا على ولادنا وعلى شغل بيتنا وعلى كل حاجة. سعادة الواحد يا جماعة في شغل بيتها بصراحة، يعني القعدة وحشة. بفتح السطح كده علشان احنا بنقفله بالقفل وبالترباس لظروف ما يعني، مفيش داعي نتكلم. تمام كده. عايزه اقولكوا الحيوان كمان لسه ما تعلفش، بس انا هعلفه يعني. انا اليوم ده جبت له علف زفر، وكان عندي اكل كمان فطلعت له ده وده. مش قادره افرد السجاده، اعمل ايه بس؟ اعمل ايه اعمل ايه اعمل ايه؟ يلا الحمد لله. ومن هنا بقى حابه يعني اسالكوا سؤال بامانه، والله محتاجه اسالكوا. انا حاساكوا اخواتي يعني، فهسألكوا يمكن تفيدوني في الموضوع، لان انا فعلا امبارح بالليل كنت هروح لدكتور الباطنة، بس انا مرضتش يعني. اللي هو عايزة اروح لدكتور متخصص في الحالة اللي انا فيها، يديني علاجي واظبط دنيتي، والحمد لله على ربنا يجيبه. مش عايزة الف على الفاضي يعني. انا يعني بكلمكوا دلوقتي برضو النهاردة تالت يوم اهو، صداع كده بدوران ووجع ونازل في عينيا. الصداع في مقدمة الرأس وبدوران ونازل في عينيا، وعينيا وجعاني بتوجعني، وفي خفقان في القلب كده، حاجة غريبة يعني. اللي هو بحس بهبوط، بحس ان قلبي هيقف. والله العظيم انا بكلمكم بجد، مش كلام يعني، مش مجرد بحكي معاكم او كده، لا انا بسألكم بجد. لو حد عنده يعني خبرة قبل كده، او حد يعني انا ما عدتش عارفة يعني. زمان كنت بعرف حالات الناس اللي قدامي مثلا، يعني اقول له روح للدكتور كذا او روح للدكتور كذا، بس انا واقفة عند نفسي كده، مش عارفة نفسي يعني، مش عارفة في ايه. ان شاء الله يكون خير بامر الله يعني، يا رب ربنا يطمني. هنا كنت بعلق الطرح زي ما انتوا شايفين. انا ما بحبش اتكلم اصلا في حاجات تضايقني او حاجات تزعلني او تزعلكم بامانه يعني. هحب ان انا اتكلم على طول في حاجه حلوه، لان تفاءلوا خير تجدوه. العبايه دي كانت بتاعتي والله وانا بنوته، وانا متجوزه قصدي، وكنت مخلفه كمان، كنت جايباها في عيد استقبالي يعني. دلوقتي خلاص بقى بنوتي اللي خدتها، ويلا عليه العوض وابن العوض. يعني انا لو عايزه اخس برضو ممكن اقدر اخس عادي، ايه المشكله يعني؟ سهله سهله خالص يعني ان انا اخس. طبعا انا بحلم بس انا بتفائل الخير حتى في الخساسات. عايزه اقول لكم الاسدال اللي انا جايبه اللي في ايدي ده، انا جايباه ب140 جنيه بجد. جايباه من محل جمله في اخر شارع الخواجات. اللي بيتابعني من بلدنا او من المنصورة او من اجورها، عايزة تشتري اسدالات، بدل ما تشتري واحد ب300 جنيه ممكن تشتري اتنين ب280 جنيه والله العظيم. يعني اتنين بسعر واحد، اقل من سعر واحد كمان. في اخر شارع الخواجات هتلاقي محلات جملة اسدالات بقى، قطيفة شتوي وصيفي اللي انت عايزاه، واسعار جميلة بامانة يعني. وخامته تحفة والله، بلبسه كأني مش لابسة اي حاجة، وما كشش. غسلته قلت ده هيكش او كده، ما كشش والله ما شاء الله. طبعا الشنط اللي انا عينتها دي، طبعا انا كنت بسافر بيها اليومين اللي فاتوا. وهنا هشيل المفارش اغسلها. احنا عاملين انا اسفة طبعا. احنا عاملين حملة نظافة مش في الأوضة بس، بس الأوضة هي اللي زايدة شوية في البهدلة. لكن الشقة حملة نظافة، نشيل المفارش ونفتح الشبابيك بس ونكنسها بالمكنسة. لكن الغرفة هي اللي محتاجة بهدلة. إذا عايزة أقول لكم الرخام الأبيض ده بيبقع،
حطيت عليه المفرش الاسود ده، حلو نضيف، نوع حلو بقاله فترة طويلة، سنتين 3 4 اكتر مش فاكرة. النوع ده وحش رديء جدا، ف يعني ما تيجي تشتروا ورق من ده بأمانة اشتروه من عند حد مضمون، وإلا هتتبهدلوا. هنا قبل وبعد مش محتاجة كلام طبعا. الورق اللي كان على على الرخامة اللي هي بتاعة التسريحة الطويلة دي، الجراب بقاله شهور، يعني مش بقاله سنة ولا حاجة والله، يعني بقاله حوالي 6 شهور او حاجة الجراب، وبقى باهت وشكله وحش على الرخامة. ولما جينا نشيله عذبنا 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 عذبنا، مش قادرة اقول لكم يعني. قعدنا فترة طويلة جدا على ما شلناه، حوالي نص ساعة يعني. هنا عملت العلب دي منظمات، كنت بضحك بقول لكم ان الدرج اللي فات كان فيه المراهم بتاعتي والبوكات بتاعتي اللي انا بخرج فيها، نظمته كده زي ما شفتوه، كان شكله جميل بصراحة، رايق كده. فالنصيحة لو هتركبوا رخام جوه الغرفة بتاع النوم تركبوه غامق، علشان طبعا رخام التسريحة محتاج يبقى غامق، عشان فيه زيوت وفيه كريمات وحاجات. وطبعا الرخام الابيض بيبقع. هنا بنوتي بقول لكم خلاص خلصت اوضه الانتريه وتقريبا الصاله بالمكنسه كده وترتيب من فوق. وهنا الدرج ده فيه السبح بتاعتي وفيه شويه ساعات كده وحاجات. وبقول لكم ما زال الشغل مستمر على الرخامه. وهنا روقت الكومودينو ده، مفيش فيه حاجه، ببقى احط فيه البرفانات الزياده والصابون والزيوت الزياده. وهنا المنظم ده حلو جدا للقطع الخاصه. نضفت برضو الدرج، كل حته في التسريحه او في الادراج بقماشه ناشفه اشيل التراب، وبقماشه تانية فيها دوني اعطر الادراج وافرشها بقى، انظمها بطريقه مرتبه زي ما انتوا شفتوا. هنا بقى اخر ما غلبنا قلت اجيب خل بليمون مغلي واحطه على الرخامه يمكن يفك الدنيا. عذبتنا بصراحه يعني. ما انصحكوش ابدا ان انتوا تحطوا الورق ده في اي رخامه الا اذا كان من حد موثوق جدا. مش حد موثوق او نوع نضيف انت جايباه ما تجيبيش، الافضل ما تجيبيش والله. وهنا مسكت المرايه بتاعتي بالسلكه كده والبريل بدعكها كويس برضو زي ما انا قلت لكم، اعمل تنظيف عميق كاننا في العيد يعني. ورجعت تاني غسلت الرخامه بالسلك والبريل. عايزه اقول لكم غسلتها يجي مرتين 3 غير الدعك والسكينه اللي بقينا نكحت في الورق. بس هي الحمد لله يعني فرق شاسع عن الاول، الحمد لله. ما كنتش مصدقه اصلا. طبعا حط كلور عشان اعقم الرخامه برضو، ودعكها بالسلك، وفي نفس الوقت الكلور حامي ممكن يشيل اي بقع موجوده يعني، زي ما انتوا شايفين كده. لو انتوا وصلت معايا لحد هنا وعجبك الفيديو حط لايك للفيديو. لو اول مرة تزوريني اعمل اشتراك وفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة والقديمة، وان شاء الله تعجبك وتستفادي منها. هنا زي ما انتوا شايفين هبتدي بقى اجيب قماشة على الناشف كده وامسح. طبعا لا عندي ملمع زجاج ولا ملمع اساس ولا عمري اشتريتهم بامانة. بستخدم المساحيق البدائية زي ما انتوا شايفين كده. لو عندك بقى ملمع زجاج حطيه بقى والمساحة بتاع الزجاج والحاجات اللي هي الالافرانكا زي ما بيقولوا. هنا بقى بلمع ظهر السرير بقماشة كده، طبعا مسحته، وبعدين بلمع بقى بقماشة ومعطر. بصوا معطر الدوني المركز هو انا مبلاقوش في البلد عندنا خالص، انا بجيبه من المنصورة يعني. حلو قوي مركز زي ما انتوا شايفينه كده، نقطة تقيلة بجد، بيثبت في الهدوم، بيثبت في الاساس، بيثبت في الاقمشه، بيثبت في كل حاجه. خلاص كده انا بنفض بقى المرتبه عشان لو فيها تراب ولا حاجه. ان شاء الله بامر الله قريب جدا برضو هطلعها من الشمس، بس ملاقي يوم الشمس حاميه فيه هطلعها. بس هما تقال قوي بامانه يعني، تقال جدا فوق ما انتوا متخيلين. فهشوف حد يجي يشيلهم يعني، لأنه طبعا المستحيل أشيل مراتب أساسا، حتى لو مرتبة الأولاد الصغيرة برضو تقيلة مستحيل. هنا بقى بجيب البتاع اسمه ايه الشباك بالفرشة بتاع المكنسة،
بتوفر عليا بصراحة، يعني بأمانة القطعة دي بتوفر عليا كتير جدا، لان انا اصلا عندي حساسية من التراب، فان انا امسك قماشة واقعد انفض قوي كده والتراب اللي انتوا شايفينه الناعم ده هيضرني اصلا يعني. هنا خلاص ببتدي بقى ايه، اجيب المقشة واكنس بقى، يعني ادعك قوي في الارض لو في ترابة ناعمة ولا حاجة اشيلها. هي الاوضة مفيش فيها تراب، بس اللي وسخها الورق اللي نزل من الرخامة بتاع التسريحة بصراحة يعني، هو ده اللي بهدل الدنيا. هتشوفوه دلوقتي اهو شايفين. هي الأوضة أصلا حتى ما كانش فيها حاجة، بس الورق اللي على الرخامة هو اللي واحنا بنشيله بهدل الدنيا. حتى أنا كنت حاطة الدفاية جنب التسريحة ما كانش تحتها حاجة، كنستها وهروح ألمع ايه الدولاب. شايفين نص الدولاب اللي متلمع والنص التاني فرق شاسع صح؟ الدولاب رجع جديد من أول وجديد. نشاطي كده واعملي شغل بيتك كده وروقي مزاجك كده، والله بصوا سعادة الدنيا انك تكوني قاعدة في بيت نظيف وريحته حلوة وقرآن شغال واشربي حاجة تقرأي قرآن، حاجات يعني بصوا مش قادرة اقول لكم بصراحة، احساس فوق الخيال. سعادة اي ست والله العظيم في نظافة بيتها وروقان بالها، اكيد يعني ربنا يروق بالي وبالكم وبال كل ست يا رب ان شاء الله. طبعا لو عندك ملمع خشب حطيه يعني، بس انا زي ما قلت لك هنا بقى ميه سخنه بتغلي من السخان، الفتاله ما كانش فيها حاجه بس اكيد فيها تراب، فبغسلها وبعقمها كده بالميه المغليه مرتين تلاتة كده لحد ما الميه تبقى رايقه معايا واعرف ان الفتاله نطفت. اشيلها بقى وهملى الجردل زي ما انتوا شايفين، واحط ملح اساسي في المسح بتاع الارض. شايفين المية رايقة والفتالة ما شاء الله جميلة وريحتها حلوة قوي. واحط شوية دوني ومركز كده زي ما انتوا شايفين. طيب الفتالة تبقى ريحتها حلوة دايما ونضيفة دايما زي ما انتوا شايفين كده ازاي؟ بعد ما تخلصي كل مرة مسيح تحطيها في الشمس تنشف وتنزليها في اي مكان تحطها فيها بعيدة عن اي مية. تيجي تستخدميها بعد كده تعمليها في مية سخنة زي ما انا وريتك برضو وتمسحي بيها، وبعد ما تخلصي تحطها في الشمس تنشف، ولا هيبقى فيه ريحة ولا اي حاجة. وقبل المسح تكوني كنسة الارضية كويس جدا من التراب وتمسحي كده على رواقة وعلى نظافة، عمرها ما هيبقى ريحتها وحشة ولا وسخة ولا اي حاجة. عايزة اقولكوا الفتالة دي عندي بقالها يجي 5 سنين تقريبا، من زمان قوي. هنا بقى بشيل الكومودينو برضو وهمسح تحته، هعقم يعني كل حتة في الأوضة. أنا عايزة أشم ريحة النظافة. وبأمانة المية السخنة المغلية دي مع الدوني مع شوية الملح، مجرد ما حطيت الفتالة على الأرض وبمسح شميت ريحة النظافة، مش قادرة أقولكوا الريحة تحفة تحفة بجد. والبلاط بيلمع زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله تبارك الرحمن. ويلا اديني عملت معاكم روتين اوضه مكركبه، بدل ما انا كل مره اقول لكم الحته نظيفه. الشقه بنوتي نظفتها الدنيا رايقه، يعني نغير شويه ترتيبات ربنا بقى. هنا كمان همسح هنا وهشيل الكومودينو برضو وامسح تحته وامسح الكومودينو من الباب وكل حاجه. وسبتها بصراحه نشفت تماما، وجبت فوطه كمان قديمه كده بتبقى موجوده عندي، اتاكدت على البلاط ان هو نشف، مسحت كمان بالفوطة وفرشت السجاد زي ما انتوا شايفين. والله ما عملته بسجاد بمكنسة ولا غسلته، والله على ما هو زي ما انتوا شايفين، زي ما انا مطلعاه زي ما انا نزلته، يا دوب اخد شوية تشميسة بس. ومعلش سامحوني لو الفيديو طول، والله انا حاولت على قد ما اقدر ان انا اجيب يعني ابسط التفاصيل، يعني ما طولش عليكم بس غصب عني والله. هو الفيديو طول مني يعني. فرشت ملاية كده وحطيت عليها دفاية كده جميلة عليها توم وجيري، وبلبس المخدة زي ما انتوا شايفين. وهنا بقى هعمل حركة حلوة. الستارة البيضة دي انا كنت بحطهم الاتنين ورا السرير، لا انا هحط واحدة كده وواحدة كده، لان انا كنت بحط على الشباك ده يا اما الستارة اللي انا خلعتها اللي هي بتبقى شكل الدفاية،
يا اما ستاره بنيه زي اللي في الصالون عندي لو انتم متابعيني وعارفين يعني. فكانوا بيبقوا شكلهم مش لطيف، نوعين ستاير والوان ابيض وبني، فلا مش لطيفه، فاهمين. هنا قفلت الشباك بقى خالص تماما كده، وفرحانه قوي وانا بقفل الشباك بصراحه، اللي هو وانت بتعملي التاتش الاخير كده بعد تعب ومجهود. شايفين الابتسامه دي؟ ابتسامه يعني رضا عن المجهود اللي انت عملتيه في نتيجه. هعمل ايه بقى؟ هجيب الستاره دي اوسطنها، احطها ورا وقع مني ورا السرير كده زي ما انتوا شايفين، شكلها حلو صح؟ فمش مهم الستاره تبقى ورا الكومودينيات بقى يعني، كده حلوه. ومسحت طبعا الرخامات بدوني زي ما شفتوا، قماشه وكل حته فيها متعطره ومعموله يعني. وهنا خلاص ده التاتش الاخير يا جماعه. اخر حاجه المفارش، مش هقفل معاكم الفيديو الا ما انزل المفارش من على الحبل. هنا خلاص هختم الفيديو معاكم. نزلت المفارش بعد ما نشفت، حطيتها كده على الكومودونيات. مرضتش اختم الفيديو الا لما يكون اخر لمسه في الفيديو موجوده، اللي هي المفارش. وهي بجد والله مش كلام، محتاجه رايكم جدا جدا جدا. هل كده الالوان تمام؟ الاوضه هاديه ولا فيها الوان كتير ومش كويسه ولا ايه بالظبط؟ انا كنت بشاور لكم المرايه. انا اهم حاجه عندي طبعا النظافه، ودي شيء اساسي، وريحه المكان اللي انت قاعده فيه. بس برضو ما يضرش ان انا اعرف برضو يعني تعليقاتكم ايه على الفيديو ده، لان بجد اول مرة اعمل فيديو في الغرفة دي. وفي نفس الوقت في حاجات جت بعد ما انا اتجوزت، وفي حاجات موجودة من قبل ما اتجوز، فالالوان ممكن تكون مش متناسقة مع بعضها. فانا مش عارفة الصراحة. انا حاسة ان المفارش متناسقة مع السجاد جدا، نفس التصميم ونفس اللون. دي كانت ميار بنوتي الصغيرة جايباها لي هدية، قالت لي يا ماما احطها لك فوق الكومودينو جنبك. ف يعني ربنا يبارك لي فيها يا رب ويخليها لي. فمستنيه رايكم جدا جدا جدا. والدولاب ما شاء الله بعد ما اتلمع يعني مش عارفه، حاساها هاديه وجميله، وحاسه الالوان عاديه يعني مش اوفر، ولا انا مكتره في الالوان ولا حاجه. بس برضو محتاجه رايكم ومحتاجه تعليقاتكم جدا جدا. ويا رب يكون الفيديو النهارده عجبكم. ولو كان عجبكم اكيد مستنيه منكم لايك عشان غيرك يشوف الفيديو ويقول تعليقاته. وفي رعاية الله، مع السلامة.